السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هاديين وصافيين ومرتاحين علشان هنخش نعرض الأحجار بتاعتنا وهنشوف أجمل حجر جبناه في الحلقات اللي قبل كده. هنخش نعرض حاجتنا ونفرجكم الحاجة دي ليكم برضو. يلا بينا. تعالى اوري لك الكهرمان عشان تبقى عارف شكله. بس ده كهرمان بعد ما نضفنا حواليه. شايف الكهرمان عامل ازاي؟ ماشي. عايزين بقى نقول لك ايه التوباز ده. توباز ابيض. التوباز الابيض شوف درجة النقاء بتاعته عاملة ازاي. ودي الحاجات اللي هي تعتبر حاجات غالية. هنبدأ نطلع لفوق. وهنا عندك السترين بقى اللي هو الحاجة المحترمة الغالي قوي يعني. فاهم ازاي؟ بص الضوء عامل فيه ايه. بص ازاي. وعندك الأوبال برضو. الأوبال ده جميل جدا. الفاير بتاعه قليل لكن هو جميل اهو. ده يتشاف كده مليان فاير من جوه. مش عارف بقى الكاميرا جابته صح ولا لا. الفاير بتاعه اخضر واصفر. لو عملناه كده يبان بالشكل ده. وعندك هنا ده زمرد باكستاني. طبعا اللي اعلى منه الزمرد الكولومبي، احنا معناش منه دلوقتي. وعندك مثلا زي الجاب ده الجدايت اللي هو بيقولوا عليه اليشم واليشب اهو. ده من الحاجات برضو اللي هي بتبقى غالية والمحترمة وفي ناس بتحبها جدا. ماشي. في حاجات تانية كتير جميلة جدا موجودة. اكمل لك وهعرفك الحاجات التانية بإذن الله. وهنبدأ دلوقتي نروح للباشمهندس أسامة. احنا هنشتغل بالأقدمية بقى. تعالى على الباشمهندس أسامة. الباشمهندس أسامة النهارده مش محضر حاجات كتير طبعا. لا انا بعتذر والله. الحاجه بتاعتي حاططها في مكان طيب ماشي. هنا عندنا حجر رسوماته جميلة وده حجر عتيق أو الحجر أهو ومصور برسومات جميلة جدا. وعندنا حجر سليماني ده برضو من حاجات الباشمهندس أسامة والحجر فيه جذوع من تحت. وعندنا كمان حجر جذعي من الداخل اهو يا جماعة باين ولكن فيه قشرة خارجية عليها رسومات. ويا سلام على التصوير اللي على الحجر. هنلاقي عريس وعروسة تقريبا. ده عريس ودي عروسة شكلهم ايه رايحين يتزفوا اهو. وعندنا برضو كمان سليماني. والنهارده الاستاذ وائل جايب لنا برفيوم بنرشه على الحاجه بدل الميه. والحجر جذع زي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو حجر سليماني. انا والله العظيم وفرها دي عشان اخدها معايا وانا ماشي. بصوا هنا حجر سليماني. هنا في عين اهو وهنا في عين كبيره. وفي حجر داوودي ده واخد قشره. اديني شويه هنا. ريحتها جميله. طيب ده حجر داوودي يا جماعه لما يتسقل هيبقى تحفه. وهنا كمان عندنا الحجر ده حجر كرنيلي اهو. جميل اهو حجر كرنيلي. وعندنا تاني اخر حاجه دي ده الجذعي. وعلى فكره ده جميل قوي. استنوا يا جماعه ده في تصوير هنا. يعني ده عباره عن بق وفي حد بيشرب سيجاره اهو. بق اهو وفي حد بيشرب سيجاره في البق وجذوع بقى. الحجر ده يتسقل على شكله يا استاذ اسامه. تمام. معلش انا بعتذر ان انا ما حضرتش يعني كويس. تعالوا بقى معايا اوريكم
الدكتورة سما، وهي أحدث واحدة معانا. بس الشطارة في إن الحديث عمل شغل بسرعة وطلع أحجار جميلة بسرعة. يعني زي هنبدأ بأوحش حجر ده، عقيق زلطي بس فيه رسومات جميلة جدا اهو من جوه. وهنا عندنا حجر مريم، برافو عليك يا دكتورة، حجر مريم اهو. وعندنا ده حجر دخاني، ده مرو دخاني لانه باين فيه جامد قوي الخامة المرو، شكله جميل جدا. وهنا الحجر ده عقيق زلطي، بس خش على جوه كده هتلاقي فيه تصوير جوه، يا رب يبان ان في واحده ست قاعده وبتشرب من حوض تقريبا اهو زي ما انتم شايفين. اهي الست اهي اللي بشاور عليها وبتشرب من حوض قدامها اهو. ده حجر سلطاني مصور جميل جدا مجسم. وعندنا ده عقيق زلطي بس عليه تصوير، بص التصوير عامل ازاي. ده بعد الصقل التصوير هيبان، شوف المنظر عامل ازاي. وعندنا هنا حجر سلطاني اهو. عندنا ايه تاني؟ ده دخاني فيه طبقات، ده حجر دخاني فيه طبقات. وده برضو دخاني. وده حجر عقيق زلطي فيه رسومات جميلة، هو عاجبها فايه جابته. ومعانا الحجر ده من بره مدي جلد حية، ومن جوه اكيد هيدي شكل تاني لما نقطعه ونسكره اهو. الحجر جميل جدا. وهنشوف بقى اجمل حجر معاها، واظن ان هو حجر جميل جدا. ده حجر داوودي اهو. لكن من هنا كده الرسمة بتاعته جميلة جدا. ده يثقل على شكله يا دكتورة. سمعينا صوتك انا كده. بعتذر النهارده والله ما كنتش جاهزه خالص لا بس للميتنج. الحجر جميل جدا يعني الحمد لله. اهو. ادينا رشة كده من بتاعتك الجميلة اللي ريحتها جميلة. الحجر واضح جدا اهو، فعلا داوودي مميز جدا ومميز. وعندها كمان حاجات صقلتها، يعني حد يديني كلها حاجات كشاف. بسيطه. الكشاف اهو. بصوا يا جماعه ده حجر داوودي، العقيق داوودي شفاف جميل جدا اهو. بصوا المنظر عامل ازاي. ايه تاني هنا؟ في عندك ريد جاسبر اللي على شكل قلب، وفي هنا مرو احمر وواحد سليماني وسليماني وسليماني. دول صقلتهم وطلعتهم جمال جدا. برافو عليك يا دكتوره. لا وان شاء الله المره الجايه الميتنج الجاي هيبقى في حاجات اكتر من كده بكتير. برافو عليك، عايزينك تشد حيلك وان شاء الله خير اكتر من كده باذن الله. وانا عارف انك شاطره باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا. يلا. حرمك وربنا اسكت بقى. دلوقتي احنا هنشرح حاجه الاستاذ سامي. استاذ سامي برضو راجل قعد معانا فتره واشتغل معانا فتره كويسه. اول حاجه لفتت نظري عن الاستاذ سامي هو حجر الدم. ده حجر الدم، ويا رب يكون واضح في الكاميرا والوانه واضحه، لان احمر هنا اهو والدم بتاعه باين، ويبقى موف وفيه لطشات دم جميله. ومن الخلف نفس الكلام اهو، نقط الدم اهي. وعايزين نشوف ده جلد الحيه. خش عليا كده. روعة ده جلد الحيه. ده جميل جدا. صح. جلد الحيه. واسلام بيقول تحفه عشان سامي صاحبه وحبيبه. صاحبي وحبيبي. بس بقول عشان صاحبه. الاستاذ محمد فرج لكن محمد فرج حد هيجي جنبه كل اللي جايبه ولا حد هيقول دوت له ما ينفعناش اصلا. محمد فرج هنا في عقيق اخضر. محمد فرج لازم يعمل ازعاج يا جماعه عشان دي علامات ايه؟ محمد فرج. علامات محمد فرج. هنا العقيق الاخضر حاضن لعقيق زلطي، واتربوا مع بعض هما الاثنين في حضانه واحده. وهنا في حاجه سليماني تحفه جميله، واخده اللون البرتقاني الحلو بجذوعها الجميله.
وعندنا حتة سليماني كمان اهي. تعالى وخش عليا كده عشان شفافية جميلة اهي. الأستاذ سامي بينور لنا. وده مرو أحمر أهو. طبعا مش عادي لما يتسقل يا جماعة، مرو مش عادي لما يتسقل. وهنا تعالوا نشوف حتة سترين مصري جميلة. اضرب لي كشاف عليها من تحت اهي يا جماعة. بصوا عاملة ازاي، سترين مصري. وعنده حتة سليماني جميلة وش كده، ألوانها جميلة. هي فيها شفافية بس هي عشان تقيلة فالعتمية فيها شوية. وهنا حاجة جميلة وتحفة. خش بقى على الحجر ده عشان يبقى من ضمن الأحجار اللي تخش المسابقة أهو. أستاذ أحمد نافع خبير المصري اللي عايش في أمريكا هيقول لنا أجمل حجر فين أهو. ده حجر سليماني تحفة واخد طبقات جميلة. وهنا الحجر الجميل ده السليماني اللي جذوعه حلوة. وده اضرب لي كده هنا كشاف اهو. ده شفاف يا جماعة برضو. دي قشرة اللي بره دي قشرة جلدية. ده حجر كرنيلي عليه قشرة. ده برضو كرنيلي بس الشفافية بتاعته ضعيفة. هنا في حجر دخاني جذوع، الدخاني الجذوع اهو. وعندنا حجر اخضر جميل جدا وهو سامي بيقول عليه ايه ده يا سامي؟ دي ورقة محشي يا باشا. ورقة محشي، ورق عنب يعني. ورق عنب ثبتها كده. بيقول عليه- فعلا ورقة عنب. بيقول صباع محشي ورق عنب وتحجر على كده. متحجر من كام سنة ده. هم كانوا يعرفوا ورق العنب زمان. ده اختراع مصري يا جماعة ورق العنب. برضو الحجر هنا جميل اهو. ده حجر كرنيلي واخد قشرة تحفة. وهنا الحجر بقى الدخاني اللي ايه بيلعب في الجذوع. جذوع جميلة اهي. حجر تحفة بس ده شفته ضعيفة جدا. وهنا في واحد تاني كمان اهو دخاني اهو. ده بعروق ذهبي. وريني. ده كرنيلي عتم يعني العتامة بتاعته عالية. في حاجة تاني معاك يا أستاذ سامي. وده برضو ده عقيق زلطي ومفهوش أي، ده معتم ومفهوش أي إيه نفاذير الضوء. ده إيه ده كمان؟ ده الشجر المتحجر ده حبيبي. شجر متحجر حبيبي جميل الشجر جدا. يلا علشان نروح لحد غيره نروح مين؟ ودلوقتي مع الأستاذ وائل وهنبدأ نعرض حاجاته الجميلة. ده حجر جذعي على السريع لأن الأستاذ وائل حاجته كتير الله أكبر. ده سليماني. ده حجر يعتبر جذع برضو. وده حجر جذعي أهو. في حتة سليماني من ورا اللي هي العين جميل. وهنا الحجر ده برضو جميل جذعي، حجر جذعي جميل. هو بيحب الجذع شكله. وده حجر داوودي اهو على هنا. ده حجر سليماني مقاس الجامبو. شفنا ده حجر جذعي. ده كيمو كونو. شوفوا الكيمو كونو يا جماعه. ده السليماني اللي هو ايه حجمه كبير. بص عامل ازاي. ده تقدمه في طبق اليوم الواحد يحل بيه. ده سليماني، حجر سليماني. ومعانا حجر جذعي سليماني اهو. ده حجر سليماني تحفة في جذوع. هنا حجر جذعي. الحجر ده جميل جدا. انا شفته في حلقة قبل كده صح؟ الحلقة اللي قبل دي ده حجر جذعي جميل جدا. وهنا الحجر ده تحفة يا جماعة. ده حجر
سليماني جميل قوي قوي، الوانه جميله. والحجر من هنا عايزين نشوف التصوير اللي جواه. الحجر مصور من الداخل، جواه منظر طبيعي شجري مع حاجات جميلة، منظر جميل يا رب يكون باين في الكاميرا. وطبعا سليماني وسليماني وسليماني برضو، وداوودي بقشرة اهو، وجذعي، حجر جذعي جميل جدا. حجر داوودي برضو تحفة، وده حجر جذعي برضو جميل. وهنا حجر يعني الله أكبر، ده جذعي حلو قوي عشان الداخلي ده منور كده جميل. حجر داوودي اهو. في واحد داوودي تاني جميل غامق شوية، وواحد داوودي جميل جدا رسوماته حلوة اهو. ده حجر جذعي حلو تحفة، جذوعه جميلة جدا، وجواه عين اهي. عارفين طبعا دي عين مين؟ دي عين النمر. وهنا حجر برضو جذع جميل اهو، كله جذوع. وده اخر واحد سليماني من حجم الجامبو، ده اظن صورناه قبل كده صح؟ طيب تعالى بقى هنا. ده شكله عامل زي المركبة بالظبط. واخد شكله، حتى هو واخد شكله، واخد شكل زي المركب فعلا. تعالى بقى هنا كده ندخل على الحاجات بتاعته اللي سقلها. ده هنا ساقل حجر داوودي اهو، شفاف داوودي. برضو في واحد تاني داوودي، ده شفيته اقل عشان كبير وكثافته عالية. وهنا عامل حاجات اونكس جميلة. وهنا برضو قاطع من الداودي، عامل فصوص، والسليماني والجاسبر والجذعي ودخاني. وهنا برضو ايه كرنيلي اهو، كرنيلي مجزع. وهنا عامل دلاية جميلة، دلاية حلوة جدا وفيها رسمة جميلة جوه اهي. دي من الكرنيلي على فكرة يا جماعة. ده هنا معاه فص، ده الحجر ده سلطاني، حجر سلطاني اهو، طالع له عين كده جميلة. ده السليماني السلطاني. هنا العقيق الأخضر واخد جذوع. ايه ده؟ تحفة بجد ما شاء الله. الله ينور يا استاذ وائل. عليك يا باشا. ينور. هنا مجموعة السليماني، خش لها عليها كده مع بعضها. هي باينه ما شاء الله جميله. وفي مجموعة السلطاني وفي فص داودي حلوة وتحفة. بصوا يا جماعة الفص الداودي ده مميز، فص داودي مميز بصراحة. بس هي المسابقة مش معمولة على المصقول، معمولة على الحجارة الخام. برافو عليك يا وائل، شكرا. برافو عليك، انت بصراحة عامل شغل جامد. وانت تعتبر برضه قديم معانا شوية، بس ايه، بس على الوضع ده، على الوضع ده انت بصراحة يعني الحمد لله تمام. اعمل لك لايك. لا ماشي. هنتفرج على حاجة الأستاذ إسلام المخرج بتاعنا هو وسام. احنا هنيجي ايه يا باشا في الناس الكويسه الحلوه دي؟ تعالى هتيجي كل حاجة إن شاء الله، كلكم شطار وكلكم برافو عليكم. ده حجر سليماني واخد لونين أهو. وعندنا حجر دم برضو، ده حجر الدم زيه زي الأستاذ سامي كده، تحس إن هما اتنين صحاب قوي.
دي حقيقة. كده بيجيبوا حاجات زي بعض. وبيطلع لنا نفس العفريت برضه. انا فاكر الحجر ده قبل ما يتسقط، فاكره لقيناه في جبل اللي كنا مع بعض، صح؟ صح مظبوط، كل ده شغلنا ده يا استاذ محمد. اه. وهنا في حجر سليماني برضو، وجميل قوي الحجر اللوزة الجزبر الاخضر ده جزبر اخضر، ده المفروض جاد مصري. الجزبر الاخضر جاد مصري. حلو الجزبر الاخضر ده يا استاذ محمد. جميل. وهنا عند جايب كمان تايجر اي اهو، ده كده غلب سامي. وزي ما انتم شايفين الحاجات الجميلة دي كلها جميلة، ودخاني 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 وعقيق اخضر وفص جذري، والفص الجميل دوت المهاف، فص مهاف جميل، معرفش هو جايبه منين، شكله سرقه من سامي. لا سلام. سعره مساء. وفي دلاية جميلة اهي، في دلاية تانية اهي، وفي الدلاية التحفة اللي انا نفسي اسرقها بصراحه. دي اللي هو اونكس ويطلع فيه عروق ده. عروق برتقاني ذهبي كده، دي تحفة. وعندك هنا عقيق اخضر جميل قوي، هنا نفس الكلام. دي زبرجد، دي زبرجد، ده ريد جاسبر على شكل قلب مصقول، وده فص مهاف من الحجارة الجميلة. وهنا في كمان تايجر في اي فصين تحت حضرتك نسيتهم يا باشمهندس بس لو سمحت. فين دول؟ والنبي عشان دول يا استاذ محمد ربنا يخليك يا استاذ محمد فرج يا باشا، تسلم مجايبك يا باشا. برافو عليك يا استاذ اسلام. دلوقتي يا جماعه اقول لكم حاجه. محمد فرج، الباشمهندس محمد فرج بصراحه هو معانا من مده قصيره تقريبا، قد ايه كده، شهرين تقريبا، بتاع شهرين ونص. شهرين بس. هو عامل يعني مجموعه كبيره جدا، فاضطريت ان انا اقعد مكانه بقى علشان اقدر اقول لكم في وقت قصير ما شاء الله عليه داخل في الهوايه بصدره بصراحه يعني. تعالى لي كده هنا عشان نبدا نعرض حاجات. انا هعرض ايه ولا ايه ما شاء الله، او ابدا منين مش عارف. تعالى لي هنا من اول اليمين. بصوا هنا في حجر على شكل هرمي، وهنا عنده دي كل ده سليماني ابيض، هنا سليماني برتقاني، هنا سليماني برتقاني، وفي حاجات في النص جذري زي كده، عيون جذري، وهنا نفس الكلام ده كرنيلي، وده حجر مهاف، وده حجر ملون طبقات. بصوا يا جماعه دي كل دي فصوص. هنا بقى تعالى لي هنا ركز شويه، دي العيون بقى، ده سلطاني عين بشريه، وده سلطاني عين بشريه، وده سلطاني نفس الكلام، وده سليماني، وده سليماني برضو عين، وهنا ده مرمر. بصوا محمد يا جماعه الله اكبر عليه، عامل فص مرمر بعين سليماني جميله. كان لازم اوريكم المرمر ده عامل ازاي. حضرتك معاك مرمر ساده بس. بصوا يا جماعه هنا مخدر على فكره، اللي تحت ده مخدر فاتح، وده سليماني جواه شجره. تعال نشوف الشجره اللي جواه اهي، دي طبيعيه يا باشا من الداخل. برافو عليك يا محمد. محمد عمل مجموعة كبيرة جدا من السليماني والأونكس والكرنيلي والأوبال. الله أكبر عليك يا محمد في الأوبال. وده داوودي، ده أوبال، ده أوبال، وده أوبال، أوبال، ده أوبال صخري، وده أوبال، وده أوبال، وده أوبال، أوبال. الله أكبر عليك. بص يا ريس، انا كنت عايز اوري حضرتك حاجه بس بعد اذنك، ممكن ندي دي بس حقها شويه كده، والحاجات اللي هي مش باينه قوي. اتفضل. بصوا يا جماعه دي برضو وقفها كده بس كده. أوبال بس مصوره من الداخل اهي، واهي ادي زوم صح. فيها تصوير جميله. محمد الله اكبر عليه. هنا اونكس ابيض في اسود، حاجه تحفه. محمد في فتره قصيره جدا عمل مجموعه الله اكبر حلوه يقدر يفرش بيها في سوق الجمعه. يعني
ده تايجر اي، دي عين تايجر اي. العين مش عارف باينه ولا لا جوه ايه، دي تبان اكتر بتهيألي. بتبان وهي في ايدي اهي. ودي عين كمان تايجر اي، حاجات المميزه. وهنا الموف جاسبر بالعروق. الحجر ده دلايه، مصقول دلايه اهو، جميل جدا وتحفه. هنا نفس الكلام، ده الجاسبر التحفه. بصوا الجاسبر يا جماعه، عشان في ناس بتقول ان الجاسبر ملوش اهميه، لا اهميته اهو وجميل جدا ومدي. نفس الكلام موف جاسبر اهو في عروق. وهنا السليماني التحفه المصقول، حجر خام بس هو صقله على نفس شكله. وهنا داوودي، ده حجر داوودي تحفه جدا. هنشوف دلوقتي على الضوء هيعمل ايه. حجر داوودي على الضوء جميل جدا اهو، مصقول برضو. وهنا السليماني العين، حجر باكمله. بس سليماني عين. العين دي برضو لازم باينة. بص. بص يا استاذ محمد لو سمحت، العين بتاعته باينه خالص اهي. بص بصراحه جميل قوي. وهنا الجاسبر، ده جاسبر محمد خد الحلقه الحمد لله لوحده. جاسبر اهو. لا بس وانت فاتح بقى الاضاءه كده يا ريس، انا كنت عايز اوري حضرتك دي كان فيها زرافه مصوره، وبس يا رب تطلع في الاضاءه بقى. طب وهي الزرافه راحت فين؟ كام فيها زرافه؟ جوه الزرافه راحت الحجر. فين؟ هربت؟ اتفضل يا باشا. الله، دي جميله جدا. فيها زرافه كبيره دي حقيقي وزرافه صغيره، وفي زي ما تقول ناس واقفين حوالين الزرافات. دول اللي بياكلوهم ولا ايه؟ طب وانت خف الاضاءه شويه عليها كده يا استاذ محمد. الزرافه دي اللي يحب ياكلها يدفع كام؟ اهو جميله اهي بانت. بس صباعك ده جاي مخبي شويه يا استاذ اشيل صباعي يعني مثلا عشان معلش الحجر ولا ايه؟ معلش يا باشا. اهو بصراحه ما شاء الله عليها جميله قوي. جميله جدا، مصوره جميله جدا اهي. ماشي يا محمد، دي بتاعتي انا دي بتاعت كل الشغل بتاعك يا باشا. ماشي. هنا بقى يا جماعه بصوا بقى يعني العقيق الاخضر الزيتوني اللي احنا بنجيبه في الجبل، نقول زيتوني مدرج 3 الوان اهو، واخد طبقات الوان جميله جدا تحفه اهو، باين الالوان بتاعته. وعندنا هنا عقيق شجري اهو، عقيق شجري. محمد بيحب يسقط اول باول على طول، ما بيستناش. وعندنا برضو حته سليماني تحفه كبيره، وسليمانيات جميله جدا، والاحجار الداوودي والكرنيل اللي بقشره. وهنا زيتوني تاني اهو، طبقاته تحفه. بس فيها عين هنا يا ريس معلش. العين اهي جميله جدا اللي طالعه دي. بص بقى حضرتك، دي حاجه خاصه كده بقى يعني. ده بقى ايه؟ عقيق طبقات. هو معتم، لكن حاجه يعني الواحد بيقعد يدور عليها من فتره عشان يلاقيها. طبقاتها تحفه جدا والوانها جميله جدا. الاخضر في الرصاصي، في احمر من جوه، وفي احمر رفيع قوي، جميله جدا وتحفه. محمد جبناها من الجبل، محمد جابها وصقلناها وبقت بالشكل ده. طبعا انت شفت دي في حلقه قبل كده. السمكه سليماني، ودي برضو دلايه سليماني، وهنا سلطاني وسلطاني. الموضوع مش لازم يعدي سلطاني كده. انا عايز بس تعمل زوم كده على الدلايه دي ونتفرج على الاشجار اللي جواها. ايه رايك؟ حاجه جميله قوي بصراحه. وشوف الجذع ده كمان. احنا عايزين ننور جواه ده يا باشا. دلايه جذع جميله اهي. بص دي سفرت خلاص، سفرت راحت الجنينه بقى. العين دي يا محمد بتاعتي انا، انت واخدها من حاجتي على فكره. ما هو انا وانت واحد يا باشا. انت سحبتها دي يا باشا، انا وانت واحد. العين دي جاسبر يا جماعه، ولما قصيناها كانت حته كتله كبيره، مقصناها طلع منها العين دي. وعلى فكره محمد بيمارس هوايته النهارده اللي بيمارسها في الجبل وانتوا عارفينها، ان هو بياخد الحجاره ويروح مخبيها في بقه او في جيبه. جايب لنا شفاطه. خد دي من حاجتي، بص حاجتي اهي، خدها من حاجتي وحطها. لا اتفرج بس انت، عشان انت اتقفشت يا محمد. انت ضيعت ده يا باشا. بص بس على الطبقات بتاعته، ممكن نكسر الصوت. بص الطبقات ده، اعمل زوم يا باشا، اعمل زوم. جميل. بص الطبقات بتاعته عامله ازاي. جميل ما شاء الله. اتفضل محمد، الله اكبر عليك. بص حاجه الخام دي بتاعتك انت يا محمد؟ دي بتاعتي انا. حد ده شويه ميه يا جدعان عشان تبان لو سمحت.
بص بقى، ده ملفت أوي للنظر، ده حجر داوودي ملفت للنظر، والتصوير اللي فيه ده تصوير جذعي، يعني واخد جذوع، هو داوودي بس واخد جذوع، أشكال جذوع. حجر ملفت للنظر جامد قوي. في حجر تاني داوودي برضو، عندك الحجر ده سليماني برضو تحفة جميل. الله ينور يا استاذ محمد. شكرا يا دكتوره، ربنا يكرمك. هنا في حجر دم، بس في الوان كتير قوي كده، بس مش عارف باينه ولا لا هنا. في اصفر واحمر واخضر. حاجه غريبه قوي، انا انبسطت خالص أيوة. وقت واخده. هو حجر دم، خدته لما انبسطت يعني جدا الحمد لله. ولا اتبسطت لما خدت الحجر؟ لا، اول ما لقيته انا كنت مبسوط جدا. طب ما شاء الله. بص هنا برضو حجر سليماني، وهنا سليماني وسليماني وسليماني وداوودي. داوودي من الداخل عطف جبلي. وحجر الجامبو السليماني. استاذ وائل بيرشدنا اهو، ادينا شويه من البرفيوم بتاعك اللي بترشه على الحجاره ده، مدلع الحجاره. استاذ وائل مدلع الحجاره. ده سليماني جذوع رفيعه. هنا في حجر سليماني تحفه بعين جميله قوي اهو، حاجات جميله جدا. وفي اخضر عنده، اخضر بجذوع. وهنا سليماني برضو تحفه بنقطتين بعينين. ايه تاني؟ تعالى ده الحجر ده انا معايا واحد صقله زيه بالظبط اهو، ده سليماني برضو بعين اهو جميله. هات المصقول بتاعه اللي هو بتاعي انا لما خدته حطيته في جيبي واديته لك بعد كده. جنب بعض. بص ده كانهم واحد، تصدق. قريبين من بعض، بس ده بتاعي انا ومصقول، وده بتاع الاستاذ محمد فرج. انا هسكره ان شاء الله. تسكله؟ انت بتغير اصلا جدا. ماشي. هات ده جذعي، حجر جذعي، قرب لي قوي كده، جميل. حجر جميل اهو. وحجر جذعي تاني اهو جميل جدا. دي جذوع حلوه، يا رب يبان في الكاميرا. في حاجات بتتظلم في التصوير يا استاذ محمد، ولكن هي في الطبيعه بتبقى جميله قوي. ان شاء الله جاي لنا كاميرا هديه من الاستاذ احمد نافع برضو، وباذن الله هنصور بيها وهنعمل بيها شغل عالي قوي. ده برضو حجر جميل جدا، عقيق من بره ومن جواه ايه؟ عطف. سليماني من ناحيتين. من ناحيتين اهو. وهنا حجر جذعي كبير، جذوعه واسعه اهو. وما شاء الله ايه ده؟ عود صليب اهو. ورد الحميد، ده اسمه ورد الحميد يا جماعه، بيجي من المغرب، ده نبات وبيتحجر على الشكل ده جوه الشجره بتاعته. وفي ورد البحر عندك يا ريس. لا ده ورد الجبل. الجبل قصدي. ورد الصحراء. ورد الصحراء. وعلى فكره ده بيبقى من الهيماتايد، ده من الهيماتايد. في ناس بتقول لك عليه نيزك، لا هو مش نيزك على فكره. وكان في حجر مسكون مع استاذ محمد هيماتايد برضه يا استاذ محمد. الهيماتايد اهو، كانوا حجرين او من الاثنين دول هيماتايد مسكول. لما بيتسكل بيبقى بالشكل ده عامل زي النيكل اهو. بصوا لفت نظري جميل قوي المرو المسكول ده، مرو احمر مسكول جميل جدا. هنا في لابس لازورد اهو. وعايزين نبص بقى على الحجر ده، بس فين بقى جذوعه باينه؟ ادي بس زوم كده. عروق ذهب، ده اونكس عروق ذهب. اتفرج كده بقى، والله يعني احنا بنطلع شويه حاجات جميله قوي تستاهل ان احنا نهتم وننزل ونتعب نفسنا عشان خاطر نطلع الحاجات الجميله. الحجر ده يا جماعه على قد ان هو صغير بس تقيل جدا، ده حجر الطاقه. هنجربه كده، هنديله كشاف. حجر الطاقه بيمتص الضوء وبيرده تاني. نطفي لكم النور عشان تشوفوه. ثواني لما نحط ثواني. اطفي النور كده بقى، اطفي النور، خفف. الانوار كلها يا باشمهندس سامي. لا ما احنا كده عشان النهار عشان ضوء النهار بس، فمش هيبان. عايز حد كشافه عالي. الضوء باين شويه وعايزين كشاف عالي. لو قفلنا النور، لا لو حضرتك نزلت هنا هيبان قوي ان هو ايوه بالظبط كده. هو مضيء يا جماعه، الحجر مضيء بس. لا عشان دي كشاف بتاع الموبايل، كشاف الموبايل. بص كده بقى ينزل تحت شويه يا استاذ محمد، باين اهو يا جماعه. لما قفلنا النور بتاع بالظبط.
هو مضيء جدا. يضيء في الظلام. على فكره انا وانا نايم بحطه جنبي كده، لما اجي اقفل النور الاقيه هو فعلا مضيء. يعني هنديله جرعه ثانيه، هنديله جرعه اضاءه ونعمل كده اهو كده باين اهو باين جدا ان هو مضيء اهو. لا لا جميل ما شاء الله. افتح النور. طب وده حجر الدبدوب، يعني الاستاذ محمد مش عارف ما اتكلمش عليه ليه؟ انت والله اكبر هنقعد نتكلم شهر على حاجتك. حجر الدبدوب ايوه. دي عين، ده حجر سلطاني، خامة العقيق السلطاني. ده عين هنا وليها كرش، طلع لها كرش اهي. ما اعرفش بقى دبدوب او مش دبدوب زي ما لا 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 انا شايفه كده، انا شايفه كده لو سمحت. ده مش عامل زي البطريق فعلا. دكتوره سام بتقول ان هو زي البطريق، فهو فعلا شكله بطريق. ودول ايه يا استاذ محمد؟ شويه اللي جايبهم استاذ محمد فرج هنا دول. الفصوص دي استاذ محمد فرج هيعمل عليهم مسابقه، وان شاء الله المسابقه دي هتبقى في الحلقات اللي جايه باذن الله، واللي ان شاء الله باذن الله هيطلع منهم حاجات جوائز، وهنقول لكم الحجر هيبقى بكام بعد كده. وشكرا استاذ محمد فرج المحترم اللي داخل في الهوايه ما شاء الله عليه بقلب جامد، وسقى الاحجار الجميله دي كلها. وان شاء الله احنا هنعمل لكم مفاجاه في الحلقات اللي جايه يا استاذ محمد ان شاء الله. والله بص انا عايز اقول حاجه، احنا بنشكر الاستاذ محمد جامد بصراحه. الاستاذ محمد بيتعب معانا كتير، بيتعب معانا في الجبل، وبيتعب معانا في الصقل، وبيتعب معانا في كل حاجه لما بنحب نعمل اي خواتم فضه او في الصقل، او بيمشي معانا بيعرفنا حاجات كتير احنا ما نعرفهاش. وفعلا هو بيضيع وقته معانا عشان خاطر يطلع مننا جيل يبقى عنده خبره، والخبره دي اللي هو بيديها لنا الاستاذ محمد ان شاء الله ننفع بيها ناس كتير. وهو طبعا هو صاحب الفضل علينا، اللي هو بيدينا افكاره وخبرته، وان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين ان تعبه معانا بيجي بنتيجه. وان شاء الله باذن الله ربنا هييسر الامور وهيؤجر على كده. يعني الموضوع بالنسبه لنا مش لمجرد ان احنا بنيجي بنتفسح او بتاع، لا ده الموضوع ان هو ان شاء الله بيؤجر على اللي هو بيعمله، لان هو بيطلع جيل جديد وفكر جديد غير الناس لما بيجوا بيروحوا ينقوا وخلاص فبينقوا اي حاجه. فهو بيعرفنا احنا نعمل ايه وبننقي ازاي وبنثقل ازاي عشان في الاخر نطلع بنتيجه كويسه زي ما احنا مطلعين، وزي ما الاستاذ وائل والدكتوره والباشمهندس اسامه طبعا على راس الموضوع، لان هو ده القائد بتاعنا، والاسلام طبعا عشان بتاعنا لا ده الاستاذ الاسلام ما يتنسيش ابدا يعني، والاستاذ سامي اللي بيصورنا وطالع عينيه معانا. بس بصراحه برضو كلنا ان شاء الله هنؤجر على كده، لان ممكن بكره وبعده لما سنين تعدي والناس تيجي تشوفنا يقولوا ان هم الناس دي اتعلمنا منهم حاجه، واحنا على ان شاء الله على وعد وعهد ان احنا كل حاجه هنتعلمها هنفيد بيها الناس اللي جايه. واحنا مش بنتعلم علشان خاطر نفسنا وبس، احنا بنتعلم عشان نقدر نفيد كل الناس اللي حوالينا. وطبعا الاستاذ محمد ربنا يكرمه، هو لما جه اول قعده بنقعدها معاه بيقول لك ما تفتكرش ان انا بعلمك عشان تفيد نفسك وبس، انا بعلمك عشان الموضوع يكبر كتير، يعني كتير في وسط الناس. لان هو طبعا الاول كان اول ما بيطلع في الفيديوهات كان هو فرد هو علم ناس كتير، وان شاء الله احنا هنكون حافظين على الفكر اللي احنا شغالين عليه، وبنتكلم وبنقول ان شاء الله باذن الله الاستاذ محمد النهج اللي هو قال لنا اول ما جينا نشتغل ولازم نتعب، ولازم زي ما هتتعلم تعلم اللي حواليك. ودون كان وعد احنا لازم بنديله الاستاذ محمد اول ما بنيجي، يعني هو لك اوعدني اللي انت هتعلمه لغيرك، عشان العلم اللي الاستاذ محمد بيديه لنا هو علم مش بسيط ولا صغير، ده علم كبير بس بيحتاج اللي يقدره ويفهمه. وان شاء الله باذن الله الاستاذ محمد معاك هيكمل. احنا بناخد التعليم ده والقناه هدفها خطوه بخطوه، محدش يستعجل يا جماعه، احنا بنتعلم خطوه بخطوه. وما شاء الله القناه كبرت بيكم، وكبرت مشتركين، وكبرت والفريق كبر الحمد لله، والناس اللي بقوا متعلمين معايا بقوا كتار الحمد لله. كل اللي انتوا شفتوهم النهارده دول متعلمين، وهم افضل من ناس كتير جدا مدعيه التعليم.
وهم الحمد لله رب العالمين احدث حد فيهم هو اشطر من اي حد بيدعي ان هو متعلم او يتعلم حاجه. والحمد لله رب العالمين مصر وفريق مصر الاحجار الكريمه هيكبر بيكم. عايزين اللايك والشير والتعليقات والدعوات الجميله بتاعتكم، وباذن الله القناه هتكبر بيكم. وباذن الله انا مبسوط وفرحان بانكم بتختاروا وانكم بتتعلموا. وفي ناس كتير بتكلمني على الواتساب وبيقولوا ان احنا اتعلمنا من فيديوهاتك. طب احنا بس عايزين ان شاء الله يا استاذ محمد كلنا يعني بايد واحده كده ندي حضرتك حقك، بس طبعا مش هنعرف نديك حقك. فوالله انا هعمل حاجه بسيطه قوي، وممكن حضرتك والله بس دي طبعا ما حدش يعني يتريق يعني، بس احنا كلنا عايزين نسقف للاستاذ محمد والله اللي هو عمله لنا. لا ده بجد لا والله انا بشكره جدا. انا عن نفسي بجد انا كل مره بتقابل معاه فيها انا بتعلم حاجه جديده وباخد خبره جديده، وبشكركم كلكم بجد. امتعتونا النهارده بالنسبه للجمال ده، بالنسبه للاستاذ محمد فرج عامل شغل جميل ممتاز، الله ينور عليه بجد. يعني حاجه امتعنا النهارده بمنظر جمالي ممتاز، ربنا يبارك له يا رب ويبارك له. واستاذ وائل برضه نفس القصه، برضه نفس النظام بجد. احنا بناخد من خبراتكم بنتعلم منكم طبعا تحت اشراف استاذ محمد. انا بشكره بجد بجد ان هو ضمنا للفريق الجميل ده. احنا كل مره بنتعلم حاجه، وفعلا حقيقه كلام استاذ محمد فرج انه بيتعب معانا بضمير بدون مقابل. يعني الواحد بيبقى نفسه يقدم له اي حاجه وهو مش مستني اي مقابل مننا، ربنا يبارك له يا رب. على فكره احنا عرضنا قبل كده ان احنا نعمل اي مثلا واحنا بنعمل رحلات نطلع اي مبلغ، لان الاستاذ محمد فعلا ما بيستفيدش اي حاجه مننا خالص. وحاولنا نقول له طب لازم يكون في مقابل، فانا قال لي المقابل بتاعي ان انا اشوفكم ناس عندكم تعليم في الموضوع الحجاره ده موضوع كبير. احنا بجد حاولنا جاهدين نعمل اي حاجه ان شاء الله حتى لو بصوره هدايا. هو رفض نهائي. يعني احنا مره جينا جمعنا سوا وقلنا ان احنا عايزين نجيب اي حاجه هديه قيمه، هو طبعا رفض نهائي. فقلنا له لا طب احنا عايزين نعمل اي حاجه. قال انا اللي انتوا تعملوه معايا ان انتوا تتعلموا كويس، وبعد كده ان شاء الله بعد ربنا يديله الصحه وطولة العمر تدعوا لي ودي بالنسبه لنا تبقى دي اللي انا هأجر عليها وانا في الدنيا وفي الاخره باذن الله. كان دايما بابا الله يرحمه لما كنت بتعلم معاه في الشغل كان يقول لي اوعى تفتكر ان انت بعد ما لما انا اموت الموضوع هيقف على كده. فبقول له طب وانت ازاي يعني هيقف ازاي يا بابا؟ انا ما كنت طبعا سني صغير مش فاهم. فبيقول لي بص يا محمد احنا في حاجات انت بتفضل تؤجر عليها لحد ما لا نهايه. فبقول له ازاي؟ قال لي انت لما تيجي تتعلم شيء وتعلم اللي حواليك، كل ما واحد هيتعلم جديد كل ما انت هتاخد ثواب وتؤجر وانت في خبرك. فكنت ما نيجي نطلع اي شغل جديد او يورينا في حاجات قديمه معموله كنا بنيجي نصنعها، كان يجي يقول لي ايه الشغل ده انت لما شفته قلت ايه؟ قلت الله ينور والله يرحم اللي عمله. فكل شغل لما حد بيشوفه يكون كويس بيقول ان هو شغله كويس فبيترحم على طبعا ربنا يخلينا الاستاذ محمد ويجعله دايما معانا على طول بصحه وعافيه. ولكن ان شاء الله اللي هو بيعمله معانا ده هيبقى في ميزان حسناته، لان هو مش عايز يقبل اي اجر. بس اللي نقدر نشوفه دلوقتي او اللي احنا بنتمناه من جميع المشاهدين ان احنا نفسنا القناه توصل ل 100,000، وعايزين دعمكم معانا وعايزين لايكاتكم واشتراكاتكم معانا. والاستاذ محمد باذن الله يفضل داعم لينا طول العمر. اتفضل يا استاذ محمد. شكرا، ربنا يخليك يا رب نوصل ل1,000,000. لا باذن الله احنا عايزين نمشي مليون بيكم باذن الله نوصل ل1,000,000. عايز اقول كلمه برضه للاستاذ محمد. انا من اول يوم يعني انت رحت مع الاستاذ محمد في الجبل وكنا بننقي حاجات، فاحنا كنا بننقي حتى حجاره زلط اي حاجه بتيجي قدامنا. فبدانا ان احنا بدات اتعلم. كان نصايحه من تاني او من تالت مره اطلع معاه اعمل قناه، سوق الحاجه بتاعتك، اعمل كذا، سوي كذا، تشجيع مش اكتر من كده. المقابل ايه؟ والله ما كان عمره ما طلب اي مقابل، ولا حتى مثلا طمع في حجر مع الواحد ويقول له مثلا اديني الحجر ده عشان مثلا انا محتاجه او انا عاجبني. كان بينبسط بالحجر اللي بيطلع اكتر مننا. فكل الشكر وكل التقدير للاستاذ محمد طبعا. اضافه بقى بجد هو كان ورانا في ظهرنا
وبيحاول يساعدنا في اي حاجه. حتى لما مثلا المكنه اللي كنت بعملها والكلام ده تشجيعه كان غير طبيعي، وجاي لغايه مكاني وصور حاجه واهتمامه ودعمه اللي هو لينا، الدعم المعنوي باي طريقه. يعني لو حد عايز ينزل مثلا يسقط حاجه، حد عايز يتعلم حاجه، ابتدى بيهتم جدا وبيقف جنب الواحد. استاذ وائل لو عايز تقول كلمه. طبعا مش هعرف اقول اكتر من اللي انت قلت كل حاجه المفروض تتقال. طبعا استاذ محمد يعني ما شاء الله، يعني الواحد ما كان هاوي يعني يجمع حجار بس من غير ما يبقى عارف ايه انواعها، شكلا بس مش اكتر من كده. لا دلوقتي الواحد بقى يعرف ايه النوع دوت وايه هي، وبصراحه فضله على الواحد في ان هو يعرف يجمع ايه وما يجمعش ايه. وطبعا يعني مش هنقول اكتر من اللي قلته. بفضل الله كلكم اخواتي كلكم حبايبي، وان شاء الله عايزين اللايك والشير ودعواتكم الجميله، والفريق الجميل اللي هو بيحبني وانا بحبه شجعونا. لايك وشير. لايك وشير ان شاء الله. دلوقتي انا عايز اكلمكم عن الفص اللي كان في حلقه قبل كده، اللي هو الزيتوني الاخضر ده، اللي قبل كده اسلام مفرجه لكم في حلقه في الجبل، وكنا وعدناكم باننا هنفرجكم على ديزاين جميل للخواتم، وديزاين الباشمهندس اسلام هو اللي عامله وهو تصميماته. تعالوا معانا على الشاشه الحجر اهو، على الحجر ده هو نفسه الحجر الموجود هنا. عايزين نشوف ده خاتم فضة جميل جدا، وباشمهندس اسلام عمل لنا تصميم روعة جديد، حاجة مبتكرة، وده يثبت ان الباشمهندس اسلام خياله واسع جدا في الجرافيك، وهو احنا بنستغله على فكرة في القناة يا جماعه. لا والله ابدا، انا مبسوط جدا ان انا مع استاذ محمد ومع الجروب الجميل ده. وبالنسبه للديزاينات بتاعت الخواتم دي احنا عاملين كذا حاجه هنفرجكم عليها دلوقتي. بس انا لما اشتغلت في التصميمات الاوليه جينا قعدنا في نفس المكان واتناقشنا فيهم، واستاذ محمد قال لنا برده شويه تعديلات منها التصميمات اللي موجوده قدامكم دي كلها تصميمات لسه ما اتنفذتش. احنا مستنيين بقى رايكم عشان نشوف هتقولوا لنا على الاقل تصميم فيهم، وان شاء الله ننفذه لكم ونعرضه لكم باذن الله في حلقه جايه ان شاء الله. دي التصميمات اللي موجوده حاليا، تمام؟ قولوا لنا رايكم فيها ايه. ده كلها شغلنا احنا، ده باذن الله هيبقى عندنا على طول على القناه. وفي مفاجاه برضه هقولها لكم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. المفاجاه مش هقول لكم عليها دلوقتي، ومفاجاه نافعه جدا جدا ليكم ان شاء الله، وهتستفيدوا منها باحجار اصليه، تصميمات جميله من مهندسين مصريين. والحمد لله زي مهندس ما سامع يا جماعه اللي بيصور كان ليه دور كبير في الايديت على التصميمات دي. كمان شكرا يا دكتوره، شكرا. زي ما عرضنا لكم المكنه اللي ابتكرها المهندس اسامه، احنا برضو بنعرض لكم دلوقتي التصميمات الجميله للمهندس اسلام والمهندس سامي. واحنا الحمد لله رب العالمين في مصر عندنا ناس كفاءات، وهنعلى باذن الله بيكم، وهنديكم خبرتنا في الحجاره، وهنديها لكم على طبق فضه باذن الله. عايزين لايكات بقى. ودلوقتي احنا قاعدين علشان نعرض لكم الحاجات الجميله، ومن ضمنها في حاجات انا عايز اشرح لكم عليها معلومات. تعالى يا استاذ اسلام هوريكم معلومه جميله جدا. هنشوف الحجر ده عقيق زي ما انتم شايفين اهو، وده حجر هيماتايت. الهيماتايت تقيل والعقيق اخف منه شويه، ده له تقله وده له تقله. تعالوا نشوف، عشان طبعا انتم مش هتقدروا تحسوا بالموضوع ده الا بالميزان. هنحط الحجر العقيق وهنوزنه، وزنه 59 جرام. 69 جرام. تعالوا نشوف الهيماتايد هيوزن كام وهو في نفس الحجم. 134 ونص، ما شاء الله، يعني تقريبا الضعف. وده معناه ايه يا استاذ محمد؟ ده معناه ان الهيماتايد
تقله اتقل من الحديد نفسه، وهو ما بيلزقش في المغناطيس عشان تبقوا عارفين، بيدي نتيجه بعد الصب زي النيكل، هو ما بيلزقش في المغناطيس اهو، وبيدي نتيجه زي الحديد زي ما قلنا لكم الاستاذ محمد فرج كان صاقل فصل مدي شكل النيكل. وفي عندي معلومه ثانيه عايز اديها لكم، ان الحجر اللي انتم شايفينه ده هم بيقولوا عليه حجر سلطاني، وبيدخل في الاحجار السلطانيه هو والحجر ده، لكن دي في الاصل متحجره، دي رساله وقعت في حرب، وقعت في اي مكان يعني، او قتلوا الرسول اللي هو كان موصل الرساله والرساله ما وصلتش. ده شوفوا ده عباره عن جلد اهو، باين جدا اهو، جلد متآكل اهو، وتحجر على هذا الوضع. دي كانت رساله وما وصلتش. دي نفس الكلام، ودي برضو جلد، بس دي كان الرول بتاعها اكتر، رساله كبيره. برضو نفس الكلام، ده تآكل الجلد اهو، وتحجرت على نفس الوضع ده. دول متحجرات من آلاف السنين، ودول يعدوا يعني شيء زي الآثار كده، يعني حاجة جميلة جدا لازم نحافظ عليها. وتعالوا أوريكم حاجات بقى من الحاجات اللي هي الغالية شوية، زي الكهرمان. ده كهرمان، دي جات لي القطعة دي جات لي هدية. وده قبال، ده فص قبال جميل جدا. وهنا عندنا زمرد باكستاني اهو 3 قطع، روز كوارتز. وعندنا التوباز الابيض. التوباز الابيض على فكره من الحاجات اللي هي بتبقى غاليه اهو، بيتقص جواهر، قص فاسد. ده السترين بقى، السترين اللي هو التحفه الغالي اهو، برضو سترين مستورد وجميل جدا لو انتوا شايفينه عامل ازاي. وده الروز كوارتز. وفي عندنا هنا كمان الحجر ده اللي في ناس بتقعد تقول حلابة والكلام اللي هو مش مظبوط. ده حجر سلطاني وحجر عادي جدا، وهو بيتباع بسعر ممتاز فين؟ في العراق. العراق بيحبوه جدا. معلومة كمان عايز اديها لكم النهارده على السريع كده من ضمن المعلومات، ده الفيروز التقليد، ده مقلد، ده فيروز، ده تقليد الفيروز، بيقطعوا منه ويعملوا منه الفص ده ويقولوا ان هو ده فيروز سيناوي، وده مش فيروز سيناوي ابدا. الفيروز السيناوي اهو فص صغير جدا. وصغير ليه؟ عشان طبعا سعره غالي، بيتباع بالجرام. ده الاصلي من ورا تشوفوا كده اهو الفرق ما بين الاصلي. ده الجدايت، ده الجاد او اليشب او اليشب. وهنا في شويه حاجات طبعا سليماني. ده حجر الهبهاب النازف، قطعه من حجر الهبهاب النازف. واشكركم جدا جدا، وباذن الله تابعوا الحلقات ولايكات وشير وتعليقات جميله مع الفريق الجميل، فريق مصر باحجار الكريمه. ما انت طول عمرك بتدينا، فانا طبعا مدي استاذ محمد حاجه قيمه جدا وتستاهل فلوس كتير. باشمهندس اسامه بقى كده بقى خلاص، باشمهندس اسامه بقى خرج عن صمته بقى كده. باشمهندس اسامه المرات بقى خلاص، حرام يا محمد، يا محمد ارحمنا. شفت لما تيجي تاخد منها حجر ولسه والله انت بص مسك الحجره، كل ما امسك حجر منها تعملي كده. ايه في ايه يا جدعان؟ ما شاء الله ماسكه بحاجتها كانها ماسكه بحرامي. ما شاء الله عليها، عمري ما بتدي حد انت طلبته وانت طلبت. الوضع اختلف دي روح الفريق الجميله بتاعتنا اللي انتوا شفتوها دلوقتي دي كلها، تمام؟ دي كواليس ما خلف الكاميرا. ايوه والله الكلام ده ايوه اطلع شويه.
مزهقنا في عيشتنا اهو. لا هو حبيبي على فكره يعني. أيوة. هو مزهقنا ومطلع عين الفريق كله، مطلع عين الناس اللي بتيجي معانا والمشتركين، بس يلا. طب بس سؤال واحد من يا ريس، اتفضل. بالله عليك في حد بيتضايق مني او بيكرهني غير يعني غير سيبك من الناس الموجوده، يعني في اي حد بيتضايق مني من هزاري او اي حاجه؟ لا اللي بيتضايق من هزارك اكيد اصلا انت احسن منه. لا لا ان شاء الله. عشان كده بقول لك ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جايين لكم بوظ